وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل شيء ايه مقدور، كل شيء مكتوب، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يبقى إذن أيها الإنسان ما تنشغلش قوي بالرزق. يا صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي انتي بتشوفيني فيه. عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا بجد، ما بقيش اقدر ان انا ما انزلكوش فيديوهات. متهيألي غبت يوم واحد بس ما قدرتش، يوم يعتبر. بس ما قدرتش ان انا ما انزلكوش فيديوهات. عايزه اشكركم على كل الكومنتات الحلوه اللي انتوا بتجيلي. اشكر كل الناس اللي دخلت قناتي الفتره اللي فاتت دي. ان شاء الله كده هعلى بيكم. حبيت كده اغير من شكل الفيديو شويه. عايزه كمان اقول لكم زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو ان الرزق يا جماعه بتاع ربنا، الرزق مش بتاع حد. احنا بس ما عليناش غير السعي، لكن اصلا رزقنا مكتوب من يوم ما اتولدنا. من يوم ما اتولدنا واحنا الرزق بتاعنا مكتوب، احنا بس بنسعى. ولكن يعني بلاش نبص في رزق حد. يمكن رزقك انت جايلك في عيال، رزقك جايلك في فلوس، رزقك جايلك في صحة. فكل واحد واخد الرزق على حسب ما ربنا كاتبهوله يعني. حبيت بس ابدا معاكم الكلمتين دول علشان بقيت الفتره دي اشوف ناس كتير بقت مشغوله برزقها، ومشغوله ان هي تسعى بطريقه، يعني مش بتسعى مثلا في الصح، لا هي بتسعى في ان هي تعمل اي حاجه بس عشان بس مجرد ان يكون عندها فلوس. فلا اسعي في شغلك يعني اجتهدي في شغلك، ولكن ما تبصيش لاي حد. ما تبصيش ان فلان عنده، فلان جاب، فلان عمل. لا، ما تبصيش في اي حاجه من الحاجات دي عشان انتي من جواكي تكوني مرتاحه نفسيا. ده صدقيني هيريحك. يعني لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. فخليكي في واقعك احسن، خليكي في اللي ربنا قسمهولك احسن. زي ما انتوا شفتوا كده، اول ما صحيت بصراحه حضرت كده فطار سريع. عملت بقى، بس ده كان يوم اجازه جوزي يعني، فاللي هو ايه، عملت زي ما انتوا شفتوا قطعت بصل كده كتير، وهحط فيه اللحمه دي اسمها فليتو، فاللي هي يا جماعه ايه بتستوي بسرعه. فقطعت فيها بصل كتير وهنزل عليها كانها زي الشاورما كده بالظبط. وعملت كده كمان بطاطس اسمها ايه، مكرونه كده برضو محمره زي ما انتوا شايفين. حمرت المكرونه كويس جدا. بصوا انتوا بتضغطوا عليها في التحمير شويه، بتضغطوا عليها بقى في التحمير شويه عشان لما بتيجي تحطي يعني تحطي الميه وتستوي ايه، بتدي يعني اللون بتاعها بيفتح شويه. المهم كده حطيت بقى كده ميه، وبحط كمان مرقه. والله العظيم يا جماعه بتطلع احلى مكرونه محمره. بجد انا بحب المكرونه المحمره بتاعتي جدا، وبيبقى طعمها حلو. بالذات انا المره دي ممكن ما اكونش عملتها بزيتون، بس انا دايما بعد ما احمرها كده اروح عاملاها بقى بجبنه موتزاريلا وزيتون. فظيعه، كاني باكل بيتزا كده، بتبقى طعمها حلو قوي. خلصت كده المكرونة، وهنا البصل عايزة ان انا اسويه يعني اكبر فترة ممكنة. فبحاول ان انا اضغط عليه في السوا برضو ايه شوية، وبنزل عليه كده باللحمة، وكده بكون بقى ايه خلاص. يعني هو ده الفطار بتاعنا. بصوا يا جماعة، هو مش عارفة هو انا اسميه فطار ولا اسميه غدا ولا اسميه ايه. بس الفكرة في ان الوقت هو اصلا هو اللي حكمني ان انا اعمل كده. دوت كنا واكلينه الساعة 4 العصر، فاللي هو 4 العصر احنا اصلا صاحيين متأخر، ف4 العصر لازم احضر بقى اكل على طول يعني. فمشوه فطار وغدا. مشوه فطار وغدا، واصلا في اليوم دوت جبنا اكل يعني من بره بقى، اللي هو جبن وشيبسي وحاجات زي دي. اكلناها يعني كده. هنا المكرونة زي ما انتم شايفين، بصوا البخار عمل الكاميرا. المكرونة كده كانت خلصت، وهنا اللحمة كده بالبصل كمان خلصت. هحط عليها بقى ايه فلفل. وهنا كانت غلطتي ان انا حطيت عليها فلفل. معرفش، ما حبيتش طعم الفلفل فيها خالص، مع ان احنا بنحب الفلفل والحاجات دي، بس ما حبيتهوش. فممكن انتوا تحبوه يعني، ممكن انتوا تحطوا بقى فلفل وكده، بس احنا ما حبيناهوش بصراحة، فمش عارفة. حسيت ان هي كده كانت اللي هتبقى احلى يعني، كده كان هيبقى طعمها احلى من ان انا احط عليها فلفل. ومعرفش العيب ان احنا ما جبناش فلفل فريش وطلعته من الفريزر، هو عشان كده ادى طعم مش حلو. مش عارفه، بس متهيألي هو بسبب ان هو كان الفلفل في الفريزر. فما انصحش اي حد بموضوع الفلفل في الفريزر ده، انا اول مره اجربه
لا بس ما حبيتهوش يا جماعة. الفلفل بجد خلوه فريش، يعني الفلفل ما على طول موجود، ليه نحطه في الفريزر ليه؟ فلا ما انا بصراحة اصلا واخدة كيس الفلفل ده من حماتي، فما كانش عندي فلفل، بس قلت انجز يعني، بس ما كانش زي ما أنا قلت لكم، ما ادانيش الطعم الحلو يعني. المهم خلصت بقى كده الفطار او الغدا ايا كان يعني، ودخلت كده على البلكونه، ابتديت ان انا بقى ايه، اشيل كده الغسيل علشان خاطر يعني مش عايزه الغسيل يبقى يقعد على الحبل كتير، قلت لكم المعلومه دي قبل كده. فايه وعايزه انجز بقى، عايزه انجز وقتي كده، وعايزه اشوف انا هعمل ايه وكده. المهم لميت بقى كده الغسيل، وقلت انم برضو كان في، بصوا كان اليوم ده غسله غسيل كتير كتير كتير. فكنت قبلها بيوم ماسكه بقى الشقه منضفاها بقى وايه. شايفين يا جماعه الغروب؟ شكل الغروب كان تحفه تحفه تحفه. انا بحب قوي في الوقت دوت ان انا اشوف كده شكل الغروب، بيفرق كده جدا معايا بصراحه، وبحس ان انا مبسوطه، مبسوطه بيه يعني. هنا بقى كنت معلش يا جماعه بقى الموبايل رن، فرجعت لكم تاني. عارفين اللي هو شغاله كنسل. بتضايق اصلا لما اكون بسجل والاقي ان في حد بيفضل يقعد يرن على الموبايل. فشايفين بقى يا جماعه زي ما قلت لكم شكل الغروب فظيع فظيع فظيع. اتاري بقى انا قلت ان انا لسه ما حطيتش الاكل، لسه هحطه بقى معاكم الاكل. بصوا انا كنت اصلا افتكرت، كنت كل ما اجي اصور مقطع احطه عشان خاطر اوريكم اليوم مش ازاي. فهنا رحت شلت الغسيل، وهروح بقى احط معاكم غسيل تاني افتكرت. المهم هنا بقى كان خلاص اتحطيت بقى التلات اطباق، وكانت المكرونه جاهزه بقى، واللحمه كمان جاهزه. وكان عايزه اقول لكم الاكل طعمه لذيذ وكان حلو جدا جدا، مش قادره اقول لكم والله العظيم الاكل كان حلو ازاي. سبحان الله. دفى البيت ده يا جماعه بجد بيبقى في حتة تانية، ان انت تدفي كده بيتك وتعملي اكل وتاكلي اولادك. يعني اليوم دوت انا كنت مبسوطة علشان خاطر عملنا كده بقى الاكل اول ما صحيت، وهم ما شاء الله كلوا. ومسكت بقى كمان كنت ذاكرت لها، ورحت برضو اتوضيت وصليت كل صلواتي الحمد لله. ما سبت يعني فرض كان عليا، لا الحمد لله ربنا كان كرمني وصليت كل الصلاة. فدي بجد والله بتفرق كده في نفسية الواحد، وبتخلي ان انتي نفسيتك يعني حلوة، مش مشغولة بحاجة، مخلصة كده كل اللي وراكي. واكبر حاجة بجد انا عن نفسي لما بكون مثلا سايبه صلاه او مصليش صلاه، ببقى قاعده طول اليوم مهمومه وزعلانه ومتضايقه. فلا لقيت ان هو لا، هو الصلاه بجد اللي بيريحني، هو الصلاه اللي بيقربني كده من ربنا، هو الصلاه اللي بيحسسني ان انا موجوده، اي حاجه بعملها فيها بركه فيها خير. فلا اوعي تاثري في صلاتك يا جماعه، والله العظيم زي ما انا قلت لكم، انا مش انا خالص اللي تاخدوا مني اي معلومات او اي حاجه من الدين، يعني من الحاجات الدينيه ولا كده، بس انا بكلمكم كاخوات ليا بجد. يعني عايزه اقول لكم لا ما تسيبيش الصلاه. انا يعني انا سبت الصلاه، اعوذ بالله من قولة انا طبعا سبت الصلاه في وقت ما، او كنت بصلي فرض واسيب فرض. فده كان بجد كان مدمر لي نفسيتي، مدمر لي بيتي، مدمر لي حاجات كتير في حياتي. حتى لو يعني كفايه بس ان انت تبقي مرتاحه نفسيا، كفايه يعني وانت بتصلي كده، كفايه الراحه اللي بتبقى عندك كده وانت بتصلي وانت مخلصه صلواتك. يعني الصلاه حسسني، يعني والله العظيم يا جماعه زي ما بقول لكم كده، الصلاه خلاني بقيت انشط، بقيت نشيطة كده في نفسي، بقيت ان انا حابة ان انا اخلص حاجة بيتي، ما عنديش كده اكتئاب من جوايا، ما عنديش اي افكار ملهاش اي لازمة. فلا الصلاة ده مهم 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 مهم. وحاولي اسعي حتى لو انتي بتصلي، او يعني بتصلي كده بتجهزي نفسك ومش بتصلي بكل خشوع، لا المره الجايه هتصلي بخشوع، المره اللي بعدها هتصلي بخشوع اكتر. فما تصعبيش الامور على نفسك، وصلي وقربي من ربنا. قربك من ربنا ده يعني هيخلي حياتك قد ايه، يعني سيبك بقى من اي فلوس ولا اي حاجه، بس قد ايه فيها راحه نفسيه، انتي مرتاحه. فبجد انا ابيع كل حاجه في حياتي، بس اهم حاجة ان انا اكون مرتاحة نفسيا واكون من جوايا كده مبسوطة. الانبساط ده يا جماعة يعني ناس بتشتريه دلوقتي بفلوس والله. وصحتك، صحتك الصحة يا جماعة، الصحة. انا مش عايزة يعني مش عايزة اخليها تبقى غم قوي، بس بجد لما شفنا شيكا لعيبة نادي الزمالك الله يرحمه يا رب ويغفر له،
بجد نفسيا ما كنتش احسن حاجه خالص، يعني اتضايقت وزعلت عليه قوي قوي قوي. ربنا يا رب يرحمه له ويغفر له يا رب. بعد طبعا ما خلصت مذاكره كندا وخلصت كل اللي ورايا، تمام، دخلت قلت بقى اكافئ نفسي كده واعمل كوبايه كده ايس كوفي علشان خاطر اكافئ نفسي يعني. بصوا البتاعه دي متهيألي هي بتيجي في اي تلاجة، مش عارفه هي بتاعت ايه، في ناس بتقول بتاعت ادويه وفي ناس بتقول مش عارفه بصراحه بتاعت ايه. بس انا بجمع فيها بقى كل التلج، كل مره اخش اعمل فيها ايس كوفي اروح مفضيه فيها مكعبات التلج واملاها تاني عشان خاطر يبقى عندي تلج كتير. هنا بقى كنت شغاله اقول ايه، اختار ده ولا اختار ده، فالمهم اخترت بقى ايه، الاحمر دوت. مش بفهم فيهم قوي يعني، بس اهو ماشي ممشيين حالنا. حطيت بقى معلقتين كده ومعلقه كمان سكر. بصوا دي بتبقى احلى لحظه في حياتي بقى، اللي هو اكون بقى خلصت كل اللي ورايا ودخلت بقى كده عملت مشروب، وبجد فعلا نفسي اقعد اتفرج على التلفزيون. يا جماعه هو بجد التليفونات لغت التلفزيون كده. يعني انا حاسه من كتر ما احنا بقينا نمسك التليفون خلاص ما بقيناش عندنا وقت نمسك نتفرج على التلفزيون يعني. فبقيت متضايقه بصراحه. خلاص بقى من ساعة اخر مرة عملته معاكم في نفس الكوباية، فخلاص بقيت اعتمده وبقى اسرع واسهل بصراحة، مش بيخليني استخدم حاجات كتير. زي ما انتم شايفين حطيت حبة مية بس بصوت كده، وحطيت بقى السكر والنسكافيه، وابتديت بقى ان انا اضربهم بالمضرب الكهربائي كده. عايزة عندك طبعا مضرب النسكافيه ده هو اللي يعني اللي عندك اضربيه بيه، تمام. بس انا اللي هو ايه اي حاجة موجودة، بس ايه يعني بنمشي نفسنا. وخلاص كده عملت كده الفوم بتاع النسكافيه، وهروح احط بقى كمان التلج واحط اللبن، وكده هيكون بقى ايه النسكافيه جاهز معانا. المهم هنا لقيت فيه حته نسكافيه كده واقعه، فرحت قلت لا امسحها بالمره، تمام. وجبت بقى كده كيس لبن لسه هفتحه بخيره. انا بحب اللبن بخيره، جربت انواع كتير من اللبن، هو اكتر لبن بيشدني واكتر طعم انا بحبه. معرفش قولولي في انواع البان تانية حلوة اجربها برضو، يعني لو في حد جرب نوع لبن حلو وطعمه حلو في النسكافيه في الايس كوفي يعني، قوليلي عليه ونجربه. المهم هروح كده بقى اجيب صينية كده احطها، واحط بقى كده ايه كحك بقى كده معايا، احط قطعة كحك كده والتاني اسمه ايه وبيتيفور وكيكة، تمام. واخدهم بقى كده واخرج كده استجم شويه، علشان والله العظيم يا جماعه انا في الوقت ده كان عندي كميه صداع في دراسي مش قادره اقول لكم، من طلبات بقى كندا ومذاكرتي مع كندا حاجه البيت. كل ده كان صعب عليا جدا، بس اللي هو ايه يعني الحمد لله عدى. وبس كده. هحط كمان قطع كيكه. عايزه اقول لكم ان فيديو النهارده خلص، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى كده ان انا بحاول ان انا اغير في الفيديوهات شويه. يمكن فيديو النهارده بسيط، بس ان شاء الله الفيديوهات الجايه هتكون احسن واحسن واحسن. مستنيه دعمكم، مستنيه كومنتاتكم جميله، ولو انتوا لسه مشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس.